الشيف دي عملت الوصفة دي ونزلتها عندها على الصفحة، شكلها حلو قوي ولذيذ. قلت لازم اجربها معاكم. هي نزلتها على الصفحة عندها وجابت حوالي 8 مليون مشاهدة و2.5 مليون لايك. تفتكروا هنغلب الأجنبي ولا لا؟ يلا نجربها ونشوف حلوة ولا لا. هننزل أول حاجة في طاسة سخنة على النار بحبة زيت نباتي، وننزل عليهم ببصلاية متقطعة صغير. نشوح البصلاية 3 دقايق بس، وبعد كده هننزل عليهم بفصين توم، وننزل عليهم بجزرتين متقطعين مكعبات كده. نشوح فيهم 5 دقايق تاني، وبعد كده ننزل عليهم بمعلقه ملح ومعلقه فلفل اسود ونص معلقه بهارات، وننزل باللحمه المفرومه بتاعتنا عليها. بعد ما شوحنا اللحمه حوالي 10 دقائق كده، هننزل عليها بعصير طماطم. ننزل بقى عليها بشرايح لازانيا، ونهدي النار ونغطي عليهم لحد ما تستوي خالص. بعد مرور حوالي نص ساعه كده عليها، هنديها بقى رشه موتزاريلا من فوق الوش، ونديها كده شويه من الجبن اللي هي السوري دي، اسمها تقريبا مفروده او حاجه زي كده، ونغطي عليها تاني ونسيبها حوالي 5 دقائق تاني لحد ما الموتزاريلا تسيح. وده كده شكلها بعد ما خلصت. نسمي بقى بسم الله ونقطع حته كده. ندوق بقى ونقول بسم الله، نشوف التحفه الفنيه دي بتقول ايه. بسم الله. لا تحفه، جامده قوي. لازم تجربوا الطريقه دي، سهله وسريعه مش تاخد مننا وقت.